أهلا بيكم مع قناة مع القلاية الهوائية. النهاردة هنعمل مقارنة مفصلة ما بين الموديلات الأشهر والأكثر مبيعا من القلاية الهوائية فيليبس حجم الاكس ال أو 6.2 لتر. هنقارن بين موديلات الاكس ال 2000 واط وال 1700 واط اللي نازلة جديد بنافذة شفافة من تحت. رقم الموديلات اللي هنتكلم عنها في المقارنة دي هي موديل HD 970 وموديل HD 980، وهنستخدم الرمز HD كاختصار لإشارة إلى الموديلات دي، وما بين موديل NA 230 و NA 231، وهنستخدم الرمز NA كاختصار للإشارة إلى الموديلات دي. هنقارن بينهم من حيث الاستخدامات والسعة أو الحجم والواط أو السرعة وسهولة التنظيف والبرامج وطريقة التحكم والخامة، وهنعرف مع بعض المميزات والعيوب وهنختار بينهم على أساس إيه. تعالوا بقى نقارن بينهم بنوع من التفصيل. هنتكلم الأول عن المميزات المشتركة ما بينهم. أولا الاستخدامات والنتيجة. القلايتين بيعملوا نفس الحاجة بالظبط، مفيش فرق جوهري ما بينهم في الوظيفة الأساسية، وهي القلي بمعلقة زيت واحدة، يعني تقدري تقلي فيهم بأقل كمية زيت ممكنة. وبالنسبة لطعم الأكل، فيليبس معروف عنها إنها بتطلع الأكل حلو وأقرب للمال، يعني كده مفيش فرق ما بينهم في الاستخدامات ولا طعم الأكل ولا توزيع الهواء الساخن. والتحمير ونتيجة التسوية فيهم زي بعض، الاتنين فيهم ميزة حفظ السخونة أو الاحتفاظ بالطعم ساخن لمدة 30 دقيقة، والميزة دي في الموديلين زي بعض. الاتنين نفس مستوى الخامات، بس طبقة التيفال لموديلات ال NA أعلى شوية لأنها الأحدث. الاتنين خامتهم تيفال متوسطة الجودة. الشبكة مربعة الشكل من الداخل، تقدري تحطيهم في غسالة الأطباق بأمان مع اختيار البرنامج المناسب للتيفال والمسحيق المناسبة. الاتنين بسعة 1200 جرام، والحجم ده يناسب 4 أو 5 أشخاص. الاتنين ليهم نفس الحلة الداخلية وليهم نفس السعة اللترية 6.2 لتر. الاتنين فيهم تقنية الرابد اير الموجودة في قاع الحلة بتصميم على شكل نجم البحر. الاتنين فيهم ميزة التسخين الفوري، يعني أول ما بتشغلي القلاية بتسخن فورا. الاتنين ليهم وصفات كتير على تطبيق الوصفات، تطبيقهم اي دي حاليا. موديل HD 980 فيه ميزة الواي فاي، يعني تقدري تتحكمي في القلاية عن طريق الابليكيشن ده. الاتنين بيهم ميزة ايقاف التشغيل التلقائي، يعني لما الوقت بيخلص بتفصل لوحدها وتديكي جرس تنبيه ان الوقت خلص. الاتنين فيهم ميزة الايقاف المؤقت، يعني لما بتشد الدرج من القلاية بتفصل تلقائي، ولما ترجعي الدرج مكانه القلاية بترجع تكمل شغل تاني. الاتنين فيهم زر للباور وزر منفصل لبدء وايقاف التشغيل. الاتنين التحكم فيهم ديجيتال عن طريق اللمس، وفي شاشة رقمية بتعرض درجة الحرارة والوقت على الشاشة دي. الاتنين تقدري تظبطي فيهم الحرارة من 200 إلى 60 درجة، والوقت من دقيقة إلى 60 دقيقة. الاتنين صوتهم هادي جدا أثناء التشغيل، والاتنين فيهم ميزة فصل وإزالة الدهون بنسبة تصل إلى 90%. وبالنسبة للتصنيع، الاتنين تقفيلهم صيني وتقفيلهم ما فيهوش أي عيوب. تعالوا بقى نتكلم عن الفروق أو المميزات اللي بتميز كل موديل عن التاني. أولا ميزة النافذة الشفافة لمراقبة الطعام من الداخل. الميزة دي موجودة في موديلات ال NA ومش موجودة في موديلات ال HD. دي ميزتها انك بتقدري تتابعي الطعام من الداخل بدون ما تفتحي الدرج وتقفليه كل شوية. واهم فايدة للميزة دي انها بتحافظ على السنسور او الحساس ولوك الامان الموجود في الدرج، لانك بتقللي فتح وقفل الدرج كل شوية، وبها اضاءة داخلية لتسهيل الرؤية من خلال النافذة. وفيه موديل بدون نافذة شفافة والتحكم فيه مانوال رقمه NA 130. ثانيا الواط او السرعة. موديلات ال HD الواط ليها 2000 واط، يعني سريعة جدا، اما موديلات ال NA الواط ليهم 1700 واط، في فرق 300 واط. الفرق ده هيعمل فرق في السرعة. موديلات ال HD اسرع بحوالي دقيقتين او 3 في سرعة تحضير الطعام، بس من حيث استهلاك الكهرباء هتستهلك كهرباء اكتر لو الاتنين اشتغلوا نفس المدة. ثالثا البرامج. موديلات ال HD بها 7 برامج طبخ معدة مسبقا، اما موديلات ال NA بها 8 برامج طبخ معدة مسبقا، يعني فرق برنامج واحد زيادة في موديلات ال NA وهو برنامج الفطور. رابعا من حيث التحكم، طريقة التحكم في البرامج مختلفة شوية. في موديلات ال NA بتقدري تختاري البرنامج مباشرة بالضغط عليه، أما موديلات ال HD التحكم في البرامج من خلال زر القائمة. عشان تختاري برنامج بتفضلي تضغطي على الزر ده لحد ما توصلي للبرنامج اللي انت عايزاه. خامسا سهولة التنظيف. موديلات ال NA اسهل في التنظيف، وده اللي بيميز الموديل ده عشان من جوه عبارة عن شبكة منفصلة او شبكة مطورة، ده بيخليها اسهل في التنظيف، وتحتها حلة داخلية سهلة التنظيف هي كمان. سادسا تصميم الشبكة والدرج. تصميم الشبكة مختلف في الاتنين. موديلات ال HD عبارة عن سلة او باسكت، دي ميزتها انها اسهل في التعامل وبتقدري تفضي منها الاكل بكل سهولة. من عيوبها وجود المقبض في السلة،
ومثبت كمان بمسامير. المسامير دي ممكن تتفك بكل سهولة ومعرضة للكسر أو التلف، خصوصا لو الباسكت وقعت على الارض بتتكسر. اما موديلات ال NA تتميز بتصميم الشبكه المنفصله او الشبكه المطوره. دي ميزتها انها اكبر في الحجم، اسهل في التنظيف، ما فيهاش مكبد في الشبكه، المكبد مثبت في الدرج وما فيش مسامير. من عيوبها انك لما بتيجي تفضي الاكل بتضطري تستخدمي ماسك او معلقه سيليكون، ما ينفعش تفضيه كده لان الزيت اللي اتجمع في الحله هيرجع تاني على الاكل. بالنسبه بقى لمقاسات الشبكه عشان دي اللي هتبين الفرق في الحجم، موديلات ال HD مقاسات الشبكه ليها طول وعرض وارتفاع 23 في 22 في 9 سم. اما موديلات ال NA مقاسات الشبكه ليها 24 ونص في 24 في 9 سم. يعني كده الفرق في الطول حوالي 1.5 سنتي والعرض 1 سنتي، لكن الارتفاع في الاتنين زي بعض. تصميم الدرج في الاتنين زي بعض، الفرق ان موديلات ال HD الحله ما فيهاش مقبض وفيها تجويف بسيط مكان المقبض الموجود في الشبكه، وقاع الحله فيها قطع سيليكون عشان تمنع احتكاك الشبكه بالحله. اما موديلات ال NA الشبكه ما فيهاش مقبض والحله هي اللي فيها مقبض وما فيهاش قطع سيليكون في قاع الحله. موديلات ال HD كلها ديجيتال، ما فيش منها موديل مانوال، وفي منهم لون ابيض ونفس الحجم. موديلات ال NA تاتش وفي زيهم موديل مانوال بدون نافذه شفافه من تحت ونفس الحجم واللوط، وما نزلش منهم موديل ديجيتال بدون نافذه ولا في منهم لون ابيض. بالنسبه بقى للشكل الخارجي الاتنين شكلهم مميز. موديلات ال NA بتتميز بالنافذه الشفافه وده اللي بيميز الشكل شويه. الحجم الخارجي مش كبير يعني مش هتحتاج مساحه كبيره من المطبخ. موديلات ال NA فيها مقبض في الخلف للف السلك عليه، بعد ما تخلصي بتلف السلك عليه. العيوب مفيش عيوب تصنيع ظهرت في الموديلات دي، بس معظم العيوب اللي ظهرت من سوء الاستخدام هنذكرها مع بعض عشان ما نقعش في العيوب دي وما تظهرش معانا. منها احتمالية الصدأ، لأن الاتنين التجويف الداخلي ليهم ستانلس، فلازم تنشفيه بعد كل استخدام عشان ما يظهرش معاكي صدأ. لو سبت البخار يتراكم في التجويف الداخلي للقلاية ممكن يظهر معاكي بعض الصدأ، وده يعتبر عيب من سوء الاستخدام. لو سبتي الدهون تتراكم عليها بيكون تنظيفها أصعب، عشان كده لازم تنظفيها أول بأول بعد كل استخدام وتحافظي على طبقة التيفال بقدر الإمكان. طبعا أي قلاية بيكون تنظيفها صعب لو سبتي الدهون تتراكم عليها، وده هيترتب عليه حاجات كتير. لو الدهون اتراكمت ممكن تقشر لو جيتي تنظفيها، وكمان النافذه الشفافه ممكن تتراكم عليها الدهون وبالتالي هتحجب الرؤيه. وزي ما قلنا لو الدهون اتراكمت ده عيب من سوء الاستخدام. من عيوب النافذه الشفافه انها لو وقعت على الارض ممكن تتكسر، وده برضو عيب من سوء الاستخدام. علامه البلاس الموجوده في قاع السله في موديلات ال HD، وعلامه نجم البحر اللي ظاهره على الشبكه المنفصله او الشبكه المطوره في موديلات ال NA بتقشر لو غسلتيها بطريقه خاطئه، زي مثلا انك تغسليها بليفه خشنه او سلك خشن، ده عيب برضو من سوء الاستخدام. في قطع سيليكون في قاع الحله في موديلات ال HD بتقع من الغسيل لو ما حافظتيش عليها، والقطعه دي ملهاش بديل. وكمان القطع السيليكون الموجوده في جوانب الشبكه المنفصله في موديلات ال NA، فلازم تحافظي على القطعه دي وما تضيعهاش. مقبض السله معرض للكسر لو وقع والمسامير ممكن تتفك في موديلات ال HD. صوت التنبيه ضعيف نوعا ما في موديلات ال NA، الاتنين ترددهم 60 هرتز في السعودية والسلك قصير نوعا ما. بعد المقارنة اللي عملناها دي الفرق باختصار، موديلات ال HD أهم مميزاتها الوات ليها أعلى، يعني أسرع بفارق بسيط، شبكتها سلة، أسهل في التنظيف والتعامل معها أسهل في تفريغ الطعام. موديلات ال NA أهم مميزاتها شبكتها أوسع، أكبر بمقاسات الشبكة، فرق حوالي 1.5 سنتي في الطول 1 سنتي في العرض. طبقة التيفال ليها أعلى شوية، تصميم الشبكة مختلف في الاتنين، ده يعتبر الفرق الأساسي إلى جانب النافذة الشفافة. موديلات ال NA أسهل في التنظيف، فيها نافذة شفافة لمراقبة الطعام من الخارج وبها إضاءة داخلية. موديلات ال NA فيها برنامج واحد زيادة، وتقدري تحددي البرنامج مباشرة من الشاشة عن طريق الضغط عليه، والتعامل مع البرامج أسهل في موديلات ال NA. موديلات ال NA بتحل معظم العيوب الموجودة في موديلات ال HD، زي الحجم بقى أكبر شوية، التنقل بين البرامج بقى أسهل، بتتلافى عيوب المقبض، مفيش المسامير اللي ممكن تقع أو تتفك، النافذة الشفافة بتقلل من استهلاك الدرج أو بتقلل من احتمالية إن هو يبوظ بسرعة. كده موديلات ال NA أحدث وفيها مميزات أكتر. هتشوفي بقى انت عايزه انهي ميزه فيهم، ميزه مثلا النافذه الشفافه، ميزه الشبكه، وهتختاري على الاساس ده. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندكم اي اقتراح او سؤال سيبوهولي في التعليقات وهرد عليكم فورا، وما تنسوش تدعموني بلايك او كومنت على الفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكم جدا.